محاربة الفاسدين في مجال التعليم من المعلمين الفاشلين الفاسدين واجب على كل واحد وعلى كل واحدة منا، على كل رجل وامرأة. شوف الفيديو ده وتعالى معايا. الحب ايه؟ الحب يا لهوي على الحب. اول ما بجيب ست الحب بلاقي الدمويه ردت والله. الحب سينيوريتا، او خلاص يا اختي يا بتاعت سينيوريتا مش شايف غيرها على الخريطه. عم فارس السكر اهو، احلى سلام واحلى تحيه. الحب سينيوريتا. اول ما تشوفي الحب يا سينيوريتا تروحي للاحترام والصون، صح؟ ابوكي وابو امك كان بيحب هنا برضه. طبعا بعد ما حضرتك شفت الفيديو ارجو انك تكون مصدوم نفس الصدمة اللي أنا فيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك شفت كده؟ أهم دول طلبة في مقتبل العمر المشرق، هم دول الطلبة اللي هيبقوا آباء وأمهات للمسلمين، هم دول الطلاب اللي هيربوا أبناء وأجيال للمسلمين تحارب وتضاهي الشرك والمشركين في هذا العالم الذي انتشر فيه الفساد. شوف المدرسة بتتكلم في إيه، شرح إيه. اوعى يطلع واحد ساذج ويقول لك بتقرب المعلومة. معلومة ايه يا حبيبي؟ بتقرب معلومة الفساد، بتهيج ما بداخل الشباب والبنات. هذه المدرسة التي لا ترضي الله ولا رسوله، وانا كنت لسه عامل فيديو برضو عن مدرسة بتعمل وبتشرح على انغام الموسيقى والطبل والرقص. احنا كده هنفتح كباريهات للتعليم بعد كده، احنا بعد كده هنروح نرقص ونغني ونعمل حاجات لا ترضي الله ولا رسوله. هو انا هحل في الامتحان على انغام الموسيقى؟ هو انا هحل في الامتحان ازاي وانا مشغول بالحب، وانا مشغول ببنت فلان وهي مشغوله بيا؟ ايه اللي احنا بقينا فيه ده؟ لماذا لا يحارب هؤلاء؟ لماذا لا يعرف مكانهم ويبلغ عنهم ويمنع هذا الفساد الذي استشرى؟ وتلاقي البنت جايه من الدرس في كوكب تاني والولد كذلك. ليه الأبلة بقى كانت بتتكلم، المدرسة كانت بتتكلم في حاجات جميلة، وتلاقي علاقات اعذروني في الكلام حميمية بين الطالب والمدرسة، والعكس بين المدرس والطالبة، وبين الطلاب وبينهم وبين بعض، وتلاقي فساد علاقات. انا عايز اعرف مدرسه زي كده، سيبك بقى هي بقى ما اعرفش مسلمه ولا مش مسلمه، لابسه حجاب ولا مش حجاب، ايا كان سيبك انت من الكلام ده، لان الموضوع بقى موجود في كلا الملتين دلوقتي. لو طالب راح للمدرسه دي، هل ينفع يقول لها انا ينفع اعمل كذا حرام ولا حلال؟ لما يبقى قدوته فاشل، لما يبقى قدوتها فاسدة، لما يبقى قدوته هو نفسه بيعمل الحرام. عامل زي الطالب اللي كان في مرة بيكلمني بيقول لي الناظر بتاعنا بيشرب سجاير وانت بتقول لي السجاير حرام يا شيخ. فاهم انت ازاي؟ في مرة كنت بنصح البنت اللبس ده مش كويس، بتقول لك انا عندنا المدرسات دلوقتي بقى كذا، ونرجو من الازهر محاربة هذا الامر الذي انتشر في الازهر، ان تيجي مدرسة متبرجة، وانا بقيت اشوف ده بنفسي، مدرسة في الازهر تلبس لبس ضيق او بنطال او تحط احمر واخضر ومنوكير. هذا لا يرضي الله ولا رسوله. وانا فاكر بدأ يظهر الموضوع ده من سنين طويلة، من يمكن 20 سنة وانا كنت لسه في التعليم، لما جات لنا مدرسة تجويد كانت تلبس لبس معلش اعزكم الله مسخرة، لدرجة ان في شباب عندنا في الفصل كانوا يعني مش عايز اقول لك ايه الافعال اللي كانت بتحصل. واحنا الحمد لله ربنا اكرمنا وعملنا مذكرة للشيخ علي توفيق في الفترة ديت ومشي المدرسة دي. فلذلك نصيحة لكل أب وأم، شوف ابنك بيروح فين، شوفي بنتك بتروح فين، شوفوا أفكارهم راحت فين، فتشوا وراهم حتى لا يعم الفساد. ونرجو من الجميع مشاركة الفيديو ده علشان خاطر نمنع هذا الفساد ولو بقدر المستطاع. هتقول لي يا شيخ ما هو انتشر، هقول لك معذرة إلى ربكم، معذرة. انت هتعتذر لربنا وتقول له يا رب انا عملت اللي عليا ولعلهم يتقون. جزاكم الله خيرا.